وانه هياخدهم ويسافروا كلهم مع بعض زي ما كانت عايزه. لما بيخرجوا بيشوف دان عربيه سودا بتراقبه، بيسوق دان بسرعه وبيحاول انه يهرب منها. بيستغربوا كلهم من السرعه اللي دان سايق بيها، بس دان بيفهمهم انه متحمس ومستعجل على السفر. يفهم دان انهم حاطين له جهاز تتبع في العربيه، وبيقول لمراته وولاده انه مضطر يعدي على شغله لانه نسى حاجه هناك. وفي الشغل بينزل دان تحت العربيه وبيشيل جهاز التتبع، بعدها بيحطه في عربيه واحد زميله. وفي الطريق بيلاحظ ان جيسي بتنزل صور وبتكتب عن رحلتهم، فبيتوتر دان وبياخد تليفوناتهم كلهم ويرميهم من العربيه. بيستغربوا كلهم من اللي عمله، بس دان بيقول لهم انها رحله عائليه وانهم عايزهم يستمتعوا ومفيش اي حاجه تشغلهم عن بعض. الوقت ده بيكون ماك وصل لبيت دان، وبنعرف ان دان كان شغال زمان معاه قاتل مأجور، بس من اول ما عرف مراته جيسي واتجوزها هو سابه. عشان كده ماك بيدور عليه علشان ينتقم منه. في الطريق بيلاحظ دان ان في مجموعه من رجاله ماك بيراقبوه من فوق الكوبري، وبيعلي دان صوت الموسيقى عشان اسرته تفضل نايمه وما يحسوش